أهلا بيكم. واحنا صغيرين في ابتدائي كنا بنضطر في وقت من الأوقات إن احنا نجيب الجريتست كومن ديفايزر أو القاسم المشترك الأكبر لرقمين أو لعددين. يعني لو عندي رقمين زي 8 و 12، كنا عشان نجيب الجريتست كومن ديفايزر ليهم كنا بنشوف إيه الحاجات أو الأرقام اللي لو ضربناها في بعض تطلع لي 8، زي 1 ملتبلاي 8، وكمان عندي 2 ملتبلاي 4. أما بالنسبة ل 12 أنا عندي 1 ملتبلاي 12، عندي 2 ملتبلاي 6، وكمان عندي 3 ملتبلاي 4. كنا بنروح نشوف ايه المشترك بينهم. يعني انا عندي ال1 مشترك، عندي ال2، عندي ال4. حلو جدا. مين اكبر حد فيهم؟ ال4. فده معناه ان الجريتست كومن ديفايزر ل 8 و12 هو 4. لحد هنا مفيش مشكله، وحتى لو الارقام كانت اكبر من كده كنا نقدر نتعامل معاها. زي مثلا لو انا عايز الجريتست كومن ديفايزر ل 60 و45، الجدول الضرب اللي احنا درسناه كان يمكننا ان احنا نقدر نجيب الحاجات اللي تتضرب في بعض تطلع لي الرقمين دول. لحد هنا مفيش مشكلة. لكن ماذا لو الأعداد بتاعتي بقت أكبر من كده بكتير، بقوا مكونين من 3 خانات وأربع خانات وأكتر؟ ساعتها احنا محتاجين خوارزمية تساعدنا أو أي ميثود تساعدنا إن احنا نطلع الجريتست كومن ديفايزر بطريقة أسرع من كده وإفكتيف أكتر. وهنا ظهرت لنا خوارزمية إقليدس. العالم إقليدس، وهو أعظم علماء أو واحد من أعظم علماء الرياضيات، جه من 2000 سنة كتب كتاب أو ألف كتاب اسمه الأصول، واللي كان بيحتوي فيه على خوارزمية إقليدس اللي بتخلينا نحسب الجريتست كومن ديفايزر بطريقة أسرع. طب هو ده بيفيدنا في إيه؟ في مجالات زي مجال الكمبيوتر ساينس مثلا، وعندي مجال أو فرع النمبر ثيوري في الرياضيات، وكمان عندي احد المجالات برضو مجال الكريبتوغرافي او الار اس اي، خصوصا الار اس اي انكريبشن مثلا، تشفير ار اس اي. هنا بنحتاج نحسب الجريتست كومن ديفايزر. طبعا في مجال البرمجه احنا بنستخدم الريكيرسيف فانكشن عشان نعمل حاجات زي كده، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. احنا بنتكلم ازاي نحل ده ماثيماتيكالي مثلا. فهنا الاقليدس الجوريثم او خوارزميه اقليدس بتمكننا نطلع الجريتست كومن ديفايزر بطريقه اسرع. تعالوا نشوف ازاي. لو نزلنا كده، محتاجين الاول بس نتكلم على حاجه هنا على جنب. لو انا جيت مثلا قسمت 5 ديفايد 2، وليكن عايز اوزع 5 تفاحات على شخصين. طبعا انا بتكلم هنا عن القسمه الصحيحه، يعني الناتج بتاعي هيكون يا اما الشخص هياخد تفاحه 2 3 او 4 او اكتر، لكن مش هياخد مثلا تفاحه ونص او هكذا. يعني مفيش كسور. في الحاله دي كل فرد هياخد تفاحتين وهيتبقى عندي تفاحه مش هتتوزع. محتاجين نعرف اسامي الحاجات دي. التو هنا الناتج ده بنسميه باللغه الانجليزيه كوشنت، اما ال1 بنسميه ريميندر. عشان المسميات دي هنحتاجها دلوقتي. طب تعالوا نشوف خوارزمية اقليدس ممكن نستخدمها ازاي مع ارقام كبيرة. يعني وليكن انا عندي 252 و 105. الرقمين دول بالطريقة القديمة كانت هتاخد وقت كبير مننا، ولازم نعرف ايه الارقام اللي اضربها في بعضها تطلع لي 105 و 252. لكن بخوارزمية اقليدس الموضوع بقى ابسط من كده. كل اللي هيحصل ان احنا هنقول 252 هنعملها ديفايد 105. دي الطريقة البسيطة، وطبعا هوري لكم الشكل العام للمعادلة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها. لو جينا نقسم على جنب هنا 252 ديفايد 105، فطبعا في كام 105 في 252؟ عندنا 2. ولو جيت ضربت هنا هيطلع لي 0، بعد كده 1، وبعد كده 2. حلو جدا. لو طرحتهم من بعض هيطلع لي 42. ده كده الكوشنت بتاعنا، وده الريميندر اللي تحت دايما بيكون هو الريميندر. فانا هكتب اهو الناتج كام؟ الناتج 2. طب الريميندر بتاعي اللي انا بكتبه هنا على جنب ده اللي هو 42. حلو جدا. الخطوات بعد كده ان احنا هناخد الرقم الصغير، مش احنا عندنا رقمين، رقم كبير ورقم صغير، بنقسمهم على بعض. انا هاخد الرقم الصغير هخليه هو الرقم الكبير وهقسمه على الريميندر ده. يبقى كل اللي انا عملته ان انا اخدت الرقم الصغير خليته هو الكبير، واخدت الريميندر خليته الرقم الصغير. لو جيت قسمتهم على بعض بره، يعني هنيجي على جنب هنا برضو هنعمل كده 105 ديفايد 42، هلاقي ان الاجابه 2، ولو عملت ملتبلاي هتطلع لي 24. لو طرحناهم من بعض هيطلع لي 21. فالاجابه هنا هتبقى 2 والريميندر بتاعي هيكون 21. فانا الاجابه بتاعتي 2، اما الريميندر هيكون 21.
هعمل نفس الكلام، هاخد الرقم الصغير هنا هخليه هو الكبير واقسمه على مين؟ على الريميندر بتاعي اللي هو 21. طبعا القسمه دي بتتقسم 42 ديفايد 21 بيطلع لي 2 على طول، والريميندر 0. ليه ريميندر 0؟ لان 2 ملتبلاي 21 بتطلع لي 42 على طول من غير اي باقي. حلو، لو وصلنا لزيرو ده معناه ان احنا وصلنا للجريتست كومن ديفايزر اللي هو الرقم اخر رقم قسمت عليه اللي هو 21. بكده نكون طلعنا الجريتست كومن ديفايزر للرقمين 252 و 105. الاجابه هتكون 21 اللي هو اخر رقم قسمت عليه وطلع لي ريميندر 0. فطلعنا الجريتست كومن ديفايزر بطريقه اسرع من غير ما نشوف ايه الارقام اللي نضربها في بعض. برضو هوريلكم الحل العام عشان لو حد شافه. المعادله العام بتاعتنا هنا بتكون A equal B Q plus R. ال A هو الرقم الكبير، ال B الرقم الصغير، ال Q هي الكوشنت، وال R هو الريميندر. بكده نكون طلعنا الجريتست كومن ديفايزر وعرفنا ازاي بنستخدم خوارزمية اقليدس. اشوفكم باذن الله في حلقة جاية. سلام.